من كام يوم كده كنت قاعدة بفر على السوشيال ميديا، قلت اما اشوف اخر اخبار الولد ابن القرضاوي ايه. طلع في وشي الولا ترتر، اكيد نسيته صح؟ من قلة ما بجيب سيرته، بس اسمعوا بيقول ايه. مزيكا. الحلقة دي بقى حضرتك بتتصور وعبد الرحمن لسه ما زال في لبنان والتفاوض شغال عليه. طب وتفتكر يا ترتر هيحصل ايه في الواد ابن القرضاوي؟ ايه تنبؤاتك؟ ها يعني شايف ايه كده؟ اقول لكم ان عبد الرحمن هيروح على تركيا، مش يا ده يا دقي، ازاي؟ علشان انا بنجم ولا اعرف الغير، امال ليه يا فقيق عصرك واوانك؟ ليه ها؟ عشان لبنان دولة عربية قضاءها زي حالتنا بيخلص بمكالمة تليفون، واللي هيعمل التليفون ده صاحب سلطة سياسية وكرسي بيبص للمصالح اللي لا مصر ولا الامارات هتعادلها. يعني هيخرج بالواسطة والمحسوبية؟ مش هيخرج عشان معاه حق؟ يعني مش هيخرج عشان القانون معاه؟ هو انتوا مش كنتوا بتقولوا ان انتوا ضد الظلم والقمع وبتحبوا تطبيق القانون؟ ايه اللي حصل؟ تضغط تركيا وهتاخده. يعني مش تركيا اللي هتاخده انت اللي هتاخده. طب احلف انه هيروح على تركيا عشان انا متوغوشه. احلف احلف. والله على ما اقول شهيد. خليك فاكر انت حلفت، ها؟ اوعى تضحك على متابعينك كالعاده. خلينا نشوف بقى كده عند الشدة مين فيكم اللي هيكون ليه وزن. على رأيك خلينا نشوف مين هيبقى ليه وزن، مصر والإمارات في كفة ولا تركيا في كفة؟ طب ينفع كده؟ عبد الرحمن اتسلم للإمارات، يا ترى كفة مين اللي كسبت، الإمارات ومصر ولا تركيا؟ أخبار مصداقيتك إيه؟ طمني. يا ترى العيال اللي لسه بيصدقوك مش شايفينك بطل وانت صبي عالمة لسه بيصدقوك؟ كام مرة قلنا بلاش الثقة العمياء دي؟ كم مرة؟ أنا عارفة يا إن ركبك بتخبط على الجيران، لا تتحرك هكة ولا هكة من المكان اللي انت مخفي فيه، لأحسن يكون في اتفاقية تسليم مجرمين بين مصر أو الإمارات وتطلقت. وانت عارف بقى مصر والإمارات واحد. بس ما يهمكش، انت بتاعي يلا. الوطن العربي كله عارف ان انا اللي سميتك ترتر من المحيط للخليج، فما تخافش انت بتاعي، هتتسلم ليا انا شخصيا. اوعدك هبقى حنينه معاك جامد. المهم يا ترتر، بعد ما طلعت لبنان دولة بتطبق القانون وما بتمشيش بمكالمة تليفون، ايه رأيك في وزن تركيا؟ ايه رأيك في مدى قوة الجنسية التركية؟ ها ايه رأيك في الموضوع ده؟ بعد يا ترى ما هاجمت مصر ولبنان والإمارات، مش هتهاجم تركيا شوية عشان تبقى حقاني؟ تعيش وتاخدوا غيرها.